الآن تلعب داخل منطقة الجزاء واللعبة بعد ذلك بالراس وحارس المرمى يخرج والاحتكاك ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء. هكذا يقول فرحان رويلي في اللقطة الماضية. الركلة الجزائية مع الوقت الأخير بعد خروج حارس المرمى عبد الرحمن خالد يرتكب المحظور من أمام عبد الله سليمان، والركلة الجزائية لعناصر أمصلال نعم بهكذا شكل وتدخل بعد ذلك على عبد الله سليمان من قبل عبد الرحمن خالد في اللقطة الماضية. على سيناريو، ويا له من سيناريو مجنون في الدقائق الأخيرة وفي الثواني الأخيرة. دانيلو يفرح مع قرار الحكم وننتظر بالطبع تنفيذ الركلة الجزائية. ما زال الحديث من عبد الرحمن خالد ولكن حكم اللقاء ما زال هنالك الأحاديث بالطبع داخل منطقة العمليات وفي انتظار تنفيذ الركلة الجزائية. الركلة الجزائية نعم ورقة صفراء على مؤيد وليد، وعلى من؟ هل هي ليست على عبد الله ربما، أم هي على عبد الله الديري؟ وكذا نعم عبد الله الديري ومؤيد وليد يتحصل على البطاقتان الصفراوان في اللقطة الماضية. لكن أمامنا الركلة الجزائية، أمامنا الركلة الجزائية في هذه الأثناء. من هنالك هل يضعها محمد إبراهيم أم يتصدى عبد الرحمن خالد؟ ننتظر الآن الركلة الجزائية. محمد إبراهيم نعم يسجل ويضعها حين تضيق المسافة في الأخير. يظهر محمد إبراهيم ويسجل، يختصر الحكاية في كرة في ركلة جزائية. يسجل أمصلال ويعلن عن هدف التقدم في الوقت الأخير. هكذا الصورة كانت الركلة الجزائية بعد خروج حارس المرمى، ولكن من هنا وضعها محمد إبراهيم عبد الماجد، يضعها في الشباك، يعلن عن هدف التقدم لأمصلال في الوقت البديل من الضاع. في الوقت الأخير يعلنونها ويسجلون، ودانيلو بالطبع يقول هكذا هو المسار إلى الأمام، هكذا هو الطريق إلى الأمام. نعم يفرح مع عبد الله سليمان، والفرحة بالطبع لعناصر أمصلال بهدف التقدم في آخر الوقت. نعم هكذا